فمرة بقدر الله كنت في يوم جمعة على سفر، والاهل معاه، قلت لهم والله يا ولاد نفسي اسمع انا، يعني كل جمعة انا اللي بخطب، نفسي اسمع انا خطبة، فندخل نصلي. دخلت ولقيت راجل على المنبر الله يسامحه لولا اني خشيت ان اعمل فتنة كنت قلت له يا اخي انزل اتق الله، والله فتنة تبقى فتنة، وربنا رزقنا الفقه. الراجل بيتكلم بالبلد على المنبر كأنه على المصطبة بتاع جد السيد في البلد، شيء غريب جدا. ويقول لك ايه، خلي بالك في ناس يقول لك بدعوى ان الناس ما بتفهمش العربية، والله العظيم باطل من ابطل الباطل، فيه اعظم وابلغ من القرآن. مين فينا يا اخواننا اللي بيسمع القرآن ما بيفهمش القرآن؟ كلنا يفهم القرآن، صحيح فيه آيات تحتاج إلى تفصيل وتفسير من أهل العلم، لكن في الجملة رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنما الدعوة للنزول العامية الضحلة دي بدعوة أن الناس لا تفهم، هذه دعوة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها. فالشيخ واقف على المنبر بقى بيتكلم زي ما حول كده، بقول لهم يا أولاد، والله والله ايوه يا اشرف، واحد ربنا في مسجد التنعيم قال دوبه على دوبه تذبح الارض مخطوبه. ماشي يا اشرف ربنا يبارك فيك يا اخي، صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فقلت انتوا عارفين يا اولاد لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، معاويه بعت لنيله، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعت لنائلة وهي زوج عثمان رضي الله عنها، نائلة الصابرة. فبقول معاوية بعت لنيلة، ايه النيلة دي؟ وقال لها يا نيلة انت عارفة ان كان لي رغبة لك قبل ما عثمان يتجوزك. طب بالله عليك ده كلام يتقال على المنبر، وهو عثمان اتقتل وانا عاوزك. قالت له ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له استنى علي شوي، ودخلت جوه خلعت عينيها وحطتهم على طبق وطلعت لمعاوية. انا ما اعرفش طلعت ازاي من غير عيون، مش عارف دي، سبحان الله. ده الحته دي من عند انا مش بتاعته ما انا هقول لك اهو وطلعت حط عين على طبق وقالت له يا معاوية. قال لها نعم. قالت له يا عيوني اهي، يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه احمد مجاهد. طب بالله عليك ده كلام اتقال على المنبر.